السلام عليكم. من الحتة دي في الكورس احنا نبدأ ناخد الموضوع لمرحلة أعلى أو درجة متقدمة شوية. في الفيديو ده احنا نعمل برنامج بسيط علشان أشرح الحاجة اللي أنا عايز أشرحها النهاردة. الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي فكرة الكونديشنز، ازاي ان انت تقدر تاخد قرار معين علشان توجه المسار بتاع البرنامج بتاعك فيه. على سبيل المثال اللي احنا هنعمله برنامج بسيط، هنقول للمستخدم يدخل الدرجة بتاعته. لو الدرجة أكبر من 50 فهو نجح، لو الدرجة أقل من 50 فهو سقط. ده البرنامج اللي احنا هنعمله ببساطة. الفكرة هنا ان انت بتدخل البرنامج في سيناريوهات، يعني بتقول له ان هو يروح في اماكن مختلفة، زي ان في عندي طريقين. لو هو مثلا نجح دخله في الطريق ده، فاقول له ان انت عبي البيانات علشان تنقل للمستوى اللي جاي. لو سقط فهتقول له انت لازم ان انت تذاكر حاجات معينة علشان تكون مؤهل للكورس. فانت بتمشي البرنامج بتاعك في مسارين مختلفين. اللي انا هعمله بكل بساطة هنا ان انا هاجي هقول له let score بتساوي، هكتب البرومبت دي واقول له دخل درجتك بالشكل ده. طيب هنا انا عايز اقول له لو ان الدرجه بتاعته اكبر من 50 فهو نجح، لو اقل من 50 فهو سقط. الموضوع ده احنا بنستخدم حاجه فيه اسمها اف كونديشن. اف كونديشن بتتكتب ازاي؟ بكتب كلمه اف وافتح القوسين بالشكل ده، وبعد كده هنا انا بحط الكونديشن بتاعي وهنفهم ده بشكل كويس. بعد كده بفتح البارنتسز دي واقول له هنا يعمل كذا. يعني هنا بقول له ايه الشرط، هنا بقول له اعمل do something، وهنا بقول له خلينا الاول ناخد فكره الاف كونديشن وبعد كده هقول لك ازاي تقول له لو حاجه تاني. هقول له بكل بساطه ان السكور لو اكبر من 50، لو اكبر من او يساوي 50، اكبر من او يساوي 50 بالشكل ده. هنا انا بقول له انه لو السكور بتاعه اكبر من او يساوي 50 فهو نجح. هنا انا بحط الكونديشن بتاعي وهنا بقول له يعمل كذا. يعمل كذا دي انا ممكن اكتب فيها 5000 كود، مفيش مشكله. طبعا دي مبالغه، بس قصدي ممكن اكتب جواها برنامج تاني، ممكن اوديه في حته تانيه، ممكن اعمل اللي انا عايزه. اللي انا هعمله بس ان انا دلوقتي في الكونسول هقول له success، you are succeed بالشكل ده، بس رساله عاديه succeed. بالشكل ده. مش متاكد لو كانت صح كانجليزي مش تفرق. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا الدرجه بتاعتي ادخلها 100. اوكي، خلينا نعمل ريلود علشان يسمع الحاجات الجديده. 100 بالشكل ده. هتلاقوا ان هو قال له يو ار سكسس، وليكن انت نجحت. هدخل 60، هدخل 60 هيقول لي ان انت نجحت. هدخله 10 مش هيعمل حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فانا هنا اللي انا عملته ان انا خدت منه الدرجه بتاعته، دخلته في اف كونديشن، حطيت فيه الكونديشن بتاعي، وبعد كده قلت البرنامج ان هو يعمل حاجه معينه. هنا انا مجرد بطلع رساله، لكن في الحياه العمليه يعني انت بتعمل حاجات اكبر واعقد من كده بكتير. انا عايز اقول له لو ما كانش الحاجه اللي انا عاملها دي، هنا بنستخدم حاجه اسمها else اخر. else هنعمل حاجه تانية، يعني لو الشرط ده ما اتحققش خش لي في المسار التاني. اكني بمشيه في الطريقين. هل الشرط اتحقق؟ نفذ لي الكود اللي جوه الاف كونديشن اللي هو ده. هل الشرط ما اتحققش؟ لا، يبقى نفذ لي الكود اللي جوه الالس. هاجي هنا هقول له console.log sorry try again بالشكل ده. فانا هاجي هنا لو دخلت مثلا هعمل ريلود وهدخل 10، هتلاقوا ان هو بيقول لي sorry try again. دي فكره الاف والالس. ممكن ان انا الاف والالس دي اقسمها لمسارات اعلى، يعني اطلع بيها اخدها لمستوى تاني، اللي هو لو الدرجة بتاعته اكبر من 80 فهو ممتاز. لو اكبر من، خلونا نظبط التصميم ده شوية. لو الدرجة اكبر من 80 فهو ممتاز. لو الدرجة مش اكبر من 80 لكن اكبر وليكن من 70 فهو جيد جدا او جيد. لو اكبر من 50 مقبول، هنا مقبول. انا هنا بفكر في الحاجه اللي انا بعملها قبل ما ابنيها علشان اقدر ان انا اطبقها ككود. لازم الفكره في دماغك تكون واضحه علشان تبدا ان انت تشوف الكود المناسب للحاجه دي، والا لو انت دخلت في الكود على طول والفكره واقعه منك فانت
يعني هتعاني الصراحه، لان انت تقعد تكتب اكواد مختلفه وتجرب حاجات مختلفه وهتلاقي ان هي بتطلع معاك نتائج عشوائيه. طيب غير كده اخرى هقول له لا انت سقطت، ما نجحتش. طيب خلونا نشوف نطبق الكود ده ازاي. انا عايز امشي عليه بالشكل ده، هقول كده هل الدرجه اكبر من 80 يبقى هروح اعدل بس ده، هقول له ان الدرجه اكبر من 80 انت نجحت. ممتاز. خلونا ناخد حتى نفس الكلام وناخد سقط دي نحطها لهم. طيب عايز اقول له ان انا ادخله في سيناريو تاني، يعني انا مش عايز يكون عندي سيناريو او لا، انا عايز سيناريو لو السيناريو ده ما اتعملش اعمل لي السيناريو التاني، لو السيناريو التاني ده ما اتعملش اعمل لي السيناريو التالت. طيب فهنا فكره ان انا بعديه في مسار تاني بستخدم حاجه اسمها else if. لو الشرط ده ما اتحققش شوف لي الشرط ده، لو الشرط ده ما اتحققش شوف لي الelse بالشكل ده. طيب else if هنا هقول له ايه؟ هقول له ان السكور اكبر من او يساوي 70، ساعتها هقول له جيد بالشكل ده، جيد. يبقى كده فهمنا فكره الاف، الالس اف والالس. طب ازاي بقى اقول له فكره مقبول؟ بكل بساطه انت تقدر تكرر الالس اف دي وتدخلها في السيناريوهات اللي انت عايزها براحتك، يعني انت مش مقيد بالس اف معينه، لا انت ممكن تاخد الس اف وتعمل الس اف تانية مفيش مشكله. هقول له برضو الس اف هنا جوه، هنا بقى بحط الكونديشن وهنا بحط الكود بتاعي. فهاجي عند الالس اف التانية اقول له ان السكور اكبر من 50، فانت خلاص يعني انت ناجح بالشكل ده، انت مقبول بالشكل ده. نجرب الكود. لو رحت هنا دخلت له 1005 هيقول لي ممتاز. طبعا هنا في غلطة منطقية ان المفروض ان السكور ما يكسرش ال100، دي هنعالجها دلوقتي. طيب لو رحت هنا دخلت خلينا نقول 69 هيقول لي مقبول. طب رحت دخلت 51 هيقول لي 69. 69 هنا احنا بنقول له اكبر من او يساوي 50 هي لا، فهتروح لل50 دي هتبقى مقبول. لكن لو قلت له بس 70 او 71 هيقول لي جيد، علشان نمشي بالراحه. لو رحت هنا دخلت اي حاجه اكبر من ال100، يعني دخلت اكبر من ال80، يعني دخلت 100 هيقول لي ممتاز. رحت دخلت حاجه اكبر من ال70 لكن مش اكبر من ال80، لان هو لما يعدي على ال80 دي لو حطينا رقم زي ال75 هيعدي هنا. هل ال75 اكبر من ال80 او يساوي ال80؟ لا، فهينزل اللي بعده. هل ال75 اكبر من ال70 او يساوي ال70؟ فهيطبق الكود اللي جواها اللي هو جيد. رحت بعد كده قلت له 69، يروح عامل نفس الموضوع تاني. هل ال 69 اكبر من ال 80؟ لا. اكبر من ال 70؟ لا. اكبر من ال 50؟ فبالتالي هيدخل في مقبول. نفس الكلام، مفيش ولا واحد فيهم اتحقق، يعني رحنا ضفنا 9 ولا واحد من دول، خلاص ساعتها هيدخل على الالس يقول ان انت خلاص سقط. طيب انا هنا لازم اقول له ان السكور اكبر من او يساوي 80 وان السكور اقل من 100، يعني ما ينفعش ان هو يحط لي سكور اعلى من 100، ده معناها ان في حاجه غلط. مفيش سكور هو 100 من 100. فباجي هنا علشان اطبق الموضوع ده بنستخدم فيه الاند والاور اللي احنا اتكلمنا فيهم، الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. اللي احنا بنعمله هنا ببساطه ان انا باجي عند 80 دي بقول له اند بالشكل ده ان السكور اصغر من او يساوي 100، ساعتها هيدخل لي فكره ممتاز. اما غير كده الواضح ان في مشكله في حاجه معينه، بس هنا برضو هتلاقوا ان حصل مشكله. خلونا هنا نعمل ريلود، هتلاقوا داخل درجتك هقول له 101 هيروح يقول لي جيد. ليه جيد؟ لانه هنا لما دخل لقى ان هي اكبر من او يساوي 80 مظبوط، لكن اقل من 100 لا، فتجاهلها. بس لما راح هنا لقاها اكبر من ال70، فاحنا هنا كده دخلنا في سيناريو تاني، ان انت برضو لازم تتاكد ان الرقم اكبر من او يساوي 70 واقل من او يساوي ال50. فهقول له هنا عند السكور اقل من هو هنا هيبقى اكبر من او يساوي 70، هيبقى اقل من 80، لازم يبقى في الرينج ده ان السكور اقل من 80 والسكور هنا لازم يكون اقل من 70 علشان تتاكد ان الرقم and السكور اقل من 70 علشان تتاكد ان الرقم مظبوط، محدش بيحط ارقام فيك. احنا هنا بنحاول نطبق الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. في الاخر الموضوع ده الحته دي بتطلع لي نتيجه، يا بتكون يا لا، true او false.
كل اللي انت هتكتبه هنا سواء and or بناء على اللي احنا اتكلمنا عليه المفروض ان انت بتوصل بينا نتيجه معينه، ان الشرط ده متحقق فهيحقق الكود او هيخش يشغل الكود ده، او ان الشرط ما اتحققش فمش مش هيكمل الكود وهيشوف بعد كده ايه الخيارات المتاحه بالنسبه له. يا رب الفكره تكون واضحه. في الدرس ده بشكل اساسي احنا اتكلمنا عن فكره الاف، اتكلمنا عن فكره الاند، فكره الالس اف والالس، واتكلمنا ازاي نكتب الكود بتاعهم. يا رب الفكره تكون واضحه وان الكود يكون اتشرح بشكل كويس، والفكره كمان نفسها وصلت لك بشكل كويس من خلال التطبيق البسيط اللي احنا عملناه. فيا رب الفكره تكون واضحه، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.